المصري بطبعه بياع. بياع بيبيع، مش بيبيع حد، هو بياع شاطر يعني. هو بياع شاطر، هو كلامنج شاطر. اه يعني المصري بطبعه كلامنج شاطر. ولو جينا نصنف بقى على مستوى العرب، اللبناني رقم واحد. لبناني طبعا طبعا. يليه المصري، يليه السوري، يليه الفلسطيني، وحط خط والباقي كله هبد بالبلدي. تمام. طب احنا في المقدمه برضو. طبعا اصلا المصري معروف بجبروته وقوته او انطجي. حلو. ودي نقطه مهمه برضو احنا لازم نحط عليها سبوت، الا وهي انا دايما بقول للناس يا جماعه، العميل المصري تحديدا ما ينفعش تبيع له ولا تبيع عليه. العميل المصري تشتري معاه. يعني ايه؟ دي النقطه اللي احنا مفتقدينها في السوق، الا وهي النقطه دي لو اتعالجت عند السيلز انت تقدر تحقق مبيعات بشكل كبير جدا، وتقدر تاخد المجال نفسه رينك اب بشكل اسرع. الا وهي ان انت تبني تراست بينك وبين العميل، الثقه، بس الثقه الصحيحه مش الثقه المغلوطه. طب ازاي تشتري معاه؟ يعني انت لازم تكسب ثقه العميل اتجاهك. لازم العميل ما يحسش ان انت كل الغرض انك تحط ايدك في جيبه تطلع منه فلوس. وخد بالك الناس اللي داخله المجال جداد فاهم الموضوع غلط. هم فاهمين ان احسن حد تطلع منه فلوس الشخص الغني. هو حريص على فلوسه جدا جدا جدا، وكل ما انت بتتكلم هو كل ما بتكبر في دماغه فكره اكبر اكتر ان انت بتنصب عليه.